مثلا عندك نموذج PDF وتبي تعبي ابلكيشن، ولا عندك طابعة ولا عندك سكانر، فودك تعبيه اونلاين. احيانا اذا عبيته اونلاين وجيت بتوقع ما تقدر توقع، لكن في خانة فوق اسمها التوقيع، يطلع لك توقيع الكتروني. بعض الجهات ما تقبل التوقيع الالكتروني. طيب كيف توقع ملف PDF وهو في الجهاز بخط يدك؟ ركزوا معي اوريكم. بنشوف كيف تقدر تسوي التوقيع بخطوات بسيطة. ترى بخط القلم ازرق، بس انه الملف موجود هنا، ما نزلت ولا شيء. تروح عند خانة القلم هنا، اضغط عليها يعني تعديل، ينزل لك شريط هنا. شفت الشريط نزل لك هذا اللي هو الادوات. روح هنا لعلامة التوقيع، اضغط هنا. يقولك تبي التوقيع تراك باد يعني زي الايباد كذا، ولا تبيه بالكاميرا؟ خلنا نشوف التراك باد. يقولك اضغط هنا. الان شفت كاني اوقع بيدي، حلو. بعدين اضغط على الموافق، طلع لي التوقيع هنا. استخدمته هنا، اقدر اسحبه احطه هنا. لكن احيانا وانت توقع الكتروني ما يكون نفس توقيعك بالضبط اللي انت متعود عليه. طيب كيف؟ تعال هنا عند التوقيع مرة ثانية واضغط انشاء توقيع. في شيء اسمه بالكاميرا، اشتغلت الكاميرا. شفت كيف؟ وقع يا حبيبي على ورقة عادية زي كذا، حطها على الخط الازرق. شفت كيف؟ قربتها. شفت كيف؟ هدق موافقة. شفتوا؟ وطلع التوقيع عندي اللي في خط اليد، هذا هو طلع. يصير اضغط هنا وطلع عندي هنا. شفت كيف؟ احطه فوق هنا واغير، مثلا احطه بالازرق كأنك موقع بخط القلم. كتبت سايح يوتيوب، وقعت بالقلم، نسختها الكاميرا عندي هنا. مثلا تبي تضيف نص، تضغط على اضافة نص هنا، ومثلا تكتب محمد ولا اي بيانات، تقدر عاد تحطها في السطر هنا وانت ماشي. وانحلت عندنا مشكلة الPDF ولا الطباعة والامور. بس سو هالتوقيع بخط القلم، حط عند الكاميرا يعكس لك